السمكه دي يا جماعه تعتبر اغرب سمكه واغلى سمكه في مصر. زي مثلا انت بتاكل فسيخ، في ناس بتاكل رنجه، لا في ناس عندها البقلاء دون احسن من اي اكله. دي بقى سمكه البقلاء دي طبيعه السمكه. ودي الفيليه بتاع السمكه. سمكه زي ما انتم شايفين غريبه جدا باطوارها واوضاعها واللي بيحصل فيها. سمكه غريبه وغاليه وطعمها جامد. دي بقى يا عم عبد الله قلت لي انها سمكه حرير. بتتعمل ازاي بقى؟ الله ينور عليك. والله انا كنت بجيبه من الغردقه ومن القصير، بيتفتح ويشيلوا الامعاء والنغاشيش بتاعته اللي هو النخموش بتاعه والمصارين، وبيشرح من نفس الطريقه دي وبيملوه ملح وبيتوه من النهارده لبكره يوم بليله. وتاني يوم بيغسلوه بميه بحر، وبعد كده بنشروه بقى على شمس وهواء مش اقل من 20 يوم عشان السمكه تتجفف، ما يخشلهاش بكتيريا ولا اي حاجه، عشان تبقى ناشفه كده. تبقى كده. دي تقعدها سنه 2 مش اشكال. يعني السمكه دي كده عامله زي السرنباء بالظبط. الله ينور عليك. تمام. شايفين دي نسائر السمكايه. ايوه. دي لحم السمك نفسه، يعني واخد شكل السرنباء اصفر. ايوه وناشف. بتتبل كده في البق وبتتاكل او بقى بتطبخ. طبعا الطريقه هيقولها لنا دلوقتي عم عبد الله. انا بقى باخد منك السمكايه دي هطبخها ازاي؟ اقول لسيادتك بقى، احفظ بقى الكلام بقوله. قول لي. انت بتاخد السمكه دي مني وهتاكلها بكره بالظبط. بتبلها من بالليل، وتاني يوم الصبح بتلاقي السمكه اللي وزنها كيلو واخدها مني كيلو، تلاقي وزنها 4 كيلو. بتقطع وتشيل الزعارف والشوك والحاجات دي، وبيطلع لك لحم صافي بتقطعه في صح، وبتقطع بصلتين 3 وقطع طماطمتين 3 في صح، وبتقطع حزبتين كزبره، وكل ده تمام جاهز على الاكل اهو. بتيجي مسخن الزيت وتحط البصلايه تحمر زي ما قلت قبل كده في التسجيل، مش تكاوي كده حمراء مش سوداء، بصلايه تبقى سوداء. وبعد ما البصلايه تحمر تحط الطماطم، اما الطماطم تسبك تيجي حاطط اللحم مع الكزبره والبهارات والملح بتاعها. بعد ما تستوي السمكيه تيجي مدخلها الفرن تتشمع من فوق، وتكون مجهز بقى ايه، معلقه خل مع تومايه مع بتاع، تيجي تشرب ايه بالكلام ده. وصلاه النبي كل بقى وادعي لي. سمكه البقلاء دي قليل قوي في المحافظات، ما فيش منه في المحافظات. ما حدش يعرفها الا السوايسه، الناس دي بس اللي تعرف حاجه اسمها السمك البقلاء اللي انا ماسك في ايدي ده. الله ينور. وقليل قوي اللي هيعرفه، وطبعا هيستغربوا كمان. السمك ده واخد نظريه الفسيخ، بس نظريه ثانيه خالص. نظريه نظريه بتعتمد على ان هي تكون جافه زي ما انتم شايفين كده، داخله على سكه السرنباء والحاجات اللي هي البحريات اللي هي الجافه دي. بس بصراحه الوضع هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين اللحم بتاعها زي ما قلت لكم داخل على حاجه جميله. حاجه تفتح نفسك كده، يعني انت عندك فضول تجربها. السمكه دي بعد ما بيحصل فيها الشغل ده بتكون اغلى سمكه في مصر، وقليل مش في المحافظات كلها، قلنا طبعا في السويس والغردقه والقصير بس. السمكه دي كمان غير اي سمك في البحر، لان ده عايش في الشعب المرجانيه، ما بياكلش غير حاجه واحده، خضره البحر، شجر البحر، فواكه البحر. الكيلو النهارده يعمل له مثلا 400 جنيه 300 جنيه. يعني السمكه دي مثلا تعمل لها كام كيلو؟ الواحده دي ال4 كيلو بتصفي كيلو بعد ما تنشف. بيتفتح من الظهر البطن بتاعته بتتشال وبيروح جاي متنشف وبيتعمل بقلاي. بقلاي ده بقى بينشف ينشفوه في الشمس، وبعد كده يروحوا مكسرينه يعني ايه، بيغلوه مع الميه، بيطرى تاني يروحوا عاملينه في تخديعه بقى، بيعملوه كل واحد له طريقه في عمايله، بس هو سمكيه نظيفه وسمكيه مميزه، لها كذا طريقه بمعنى الاصح. يعني بصراحه سمكه غريبه جدا وموضوع غريب جدا، وياما المصريين هتطلع افتكاسات كتير جدا.